كالعادة الإسماعيلي سادة. الإسماعيلي يخرج من كاس مصر من حرس الحدود 3-1. مش عايز أقول لك إن أنا مُشفِق عليهم لإن أنا يعني عادي بالنسبة لي فريق منافس فمش هاحبه يعني، وفريق مش بلدي فبرضه يعني ما فيش حاجة تخلّيني أفكّر فيه يعني، بس يعني ده ذنب إلغاء الهبوط بتاع السنة اللي فاتت، عشان ما حدّش ييجي يقول أصل الأهلي بيتجامل من الاتحاد الأهلي اتحاد الكورة وقّف هبوط كامل لسنة لأجل نادي الإسماعيلي يعني. فنتمنى لهم الأسوأ، الناس اللي معايا مستر كريم ومستر مراد يحبون الإسماعيلي، بس أنا ما باحبوش، نتمنى لهم الأسوأ دائمًا يعني، هو الزمالك وبيراميدز وباقي الفرق في الدوري المصري. النهارده كانت أول مباراة كأس العرب، بطولة غريبة جدًا أنا مش فاهمها، والله مش فاهمها، بطولة ما كانتش مصنفة وبقت مصنفة والفيفا تدخّل وبنلعب بمنتخب تاني بدل منتخب أول عشان المنتخب الأول رايح أفريقيا كمان كام يوم، وضع غريب جدًا في البطولة الغريبة دي. المهم إن النهارده أول ماتش كان فوز لسوريا، يمكن الحاجات اللي بتعجبني في الكورة إن أنت ممكن تفرّح شعب بأبسط الحلول، يعني كسب ماتش فاهم، مش حاجة يعني مش فلوس فاهمني، بس أنت فرّحته بمكسب. فالنهارده سوريا كسبت مين؟ كسبت تونس بعلي معلول باسمه إيه، بن رمضان، لأ يعني برضه تونس تقيلة بس سوريا كسبتها، فده حاجة تُحسب لهم يعني مش كده وخلاص يعني. غريب يعني ما أعتقد إن هو مش متوقع، لإن كمان النتيجة اللي جاية دي بقى إيه الصادمة، إن فلسطين كسبت قطر صاحبة الأرض والمنظمة واللي عندها تجهيزات كتير الكلام ده، فلسطين كسبتها. هل ده تدخُّل سياسي، هل ده ما أعرفش، بس شكل ال البطولة هتبقى غريبة حبتين يعني. امبارح ومع سقوط أرسنال، عندنا ريال مدريد سقط هو الآخر وضيّع الصدارة بعد ما كانت فرق 5 نقط، أصبح الفرق لبرشلونة دلوقتي، فأصبح الفرق بالسالب. آمم، فريق بيعمل انقلاب على المدرب، أنا ما إحنا يعني أنا عِشت الأجواء دي كتير مع ريال مدريد. بليجريني كان الدنيا تمام معاه في الأول، وبعد كده لأ الدنيا اتقلبت عليه. مورينيو كانت الدنيا تمام معاه، وبعد كده برضه الدنيا قلبت عليه كلعيبة. فاللي أنا شايفه إن اللي بيتحكم في النادي مش رئيس النادي ومش المدرب لأ، أوضة اللبس بتاعة ريال مدريد قوية بشكل رهيب يعني مش سهلة. لو بصينا مثلًا على مانشستر يونايتد مهما كانت الانقلابات فكان مدرب بييجي بيشيل، هنا أوضة اللبس رهيبة، مدرب مش كل مدرب بييجي ما بيقدرش يعمل مجزرة اللي هي تفنِّش الموضوع يعني، فغريبة أوضة لبس ريال مدريد شوية، وزي ما كنا اتكلمنا مع ماتش نابولي وروما، نابولي كسبت فبالنسبة للميلانيستا الدنيا تمام ومبسوطين، بنعيش أسعد 24 ساعة في حياتنا. لا، لأ، متصدرين الدوري، ما تفهمش والله مين هييجي ينُط على مين في الآخر، بس يعني على الله يعني. ونزلت القايمة بتاعة منتخب مصر، محمد عبد المنعم احتمال كبير ما يلحقش أفريقيا. إمام عاشور انضم. أنا بقى باكره الموضوع ده، اللعيب بقى له 6 شهور تقريبا ما لمسش الكورة، أنت بتضمه ليه؟ المدرب بتاعه أصلًا ما لحقش يجرّبه، يعني ما أعرفش هو راجع أنت بتضمه ليه؟ يعني على قفا مين؟ موضوع كوسة وكفتة وبدأ يبوّخ حرفيًا يعني. نروح لآخر خبر فيه اهتمام من جانب برشلونة بحمزة عبد الكريم، أحب أفكّركم بالصفقة اللي هتبوظ علشان 100.000 جنيه وعلبة تونة ما اتفقوش عليها يعني. النادي الأهلي أوحش نادي تتفاوض معاه مع الشباب، يبقى اللعيب عندك ملمس كورة مع الفريق الأول تروح تطلب فيه 5 و6 1.000.000 1.000.000 إيه يا ابني الراجل ما شمّهاش ما شافهاش، الناس بتبتدي ب100.000 200.000 300.000 حُط نسبة بيع اتعامل، لأ هو بيشطح فوق. فبرشلونة الفريق ب اللي هو بيلعب في الدرجة التانية أو التالتة تقريبًا، حابب إن هو يشوف حمزة في الدوري الأسباني هيبقى عامل إزاي، وعادي في لعيبة كتير لعبت في برشلونة بيه، وأنا أتمنى إن هو يروح يعني علشان أنا كده ما شُفتش منّه حاجة، يعني لسه ما كنتش مُعتمد عليه. أنا بالنسبة لي اللي بيحترف يحترف هو حُر، ومش فارق معايا ومش هاشجّعه، بس لو هو شاب وجاله عرض الفكر هنا بيبقى مختلف، أنت كده مش هتاخد فرصتك في النادي الأهلي، أنت ما عندكش فرصة، لمّا ييجي لك عرض زي برشلونة حاول إن أنت
ت تسيّس الأمور إن أنت تكسب في الآخر إن أنت تسافر برشلونة حتى لو هي 6 شهور إعارة مع أحقية الشراء، والحلقة خلصت النهارده، أشوفكم في حلقة جديدة مع 3 بونت، ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب، ما أعرفش أنا نايم ليه، وفعل زر الجرس، وأشوفكم في حلقة جديدة، يالّا سلام عليكم.